هتعمل ايه لو لقيت نفسك في مكان على الارض محدش قبلك او بعدك دخل، مكان فيه حضارة ومخلوقات محدش سمع عنها قبل كده؟ اللي بقولهولك ده مش مجرد خيال، ده اللي حصل فعلا مع الادميرال ريتشارد بيرد. تعال اقولك الحكاية في ستوري بالعربي. اتولد ريتشارد سنة 1888 في مدينة وينشستر التابعة لولاية فيرجينيا الأمريكية، لعيلة مرتاحة مادية جدا، بالبلدي كده من كبارات البلد وداخلين في السياسة والصناعة وكل حاجة. وبعد ما خلص ريتشارد تعليمه دخل الأكاديمية البحرية واتعين ضابط بحري وهو عمره 20 سنة بس، وهناك حصل له إصابة في رجله خلته يتقاعد غصب عنه سنة 1916. وبعد مدة قصيرة رجع تاني للشغل بعد ما قرروا يعينوه مفتش ومدرب للميليشيات البحرية، وبعدها بقى قائد للميليشيات دي. ومن هنا ريتشارد بقى عنده القدرة إنه يطلع على خرائط ووثائق من القرون الوسطى، والوثائق دي كان فيها أراضي وبحار ملهاش وجود في الخرائط الحالية. فطلعت روح المستكشف اللي جواه وفعلا بدأ يعمل أبحاثه. بس الموضوع ما طولش والحرب العالمية الأولى ابتدت، واضطر ريتشارد يوقف الأبحاث دي. وبعد ما الحرب خلصت عرفت أمريكا بأبحاث ريتشارد وقررت تمول بحثه، ومش بس كده كمان تديله طيارة عشان يستكشف بيها الأراضي الجديدة هو وزميل ليه اللي كان إيه بقى من ضمنها القطب الشمالي. وهنا بدأ يكتب مذكراته اللي فضلت سرية لحد ما مات، وقررت عيلته تنشرها تخليدا لذكراه. ريتشارد وصل القطب الشمالي ولقى مدخل سري في جبل بيودي لجزيرة مأهولة. وبالمناسبة BBC أكدت الكلام ده بعد 90 سنة من اكتشاف ريتشارد. ووفقا لمذكرات ريتشارد فرحلته التانية للقطب الشمالي كان صعب أي حد يصدق اللي حصل فيها. ريتشارد قال إنه شاف جبال وأشجار وغابات كثيفة على منحدرات جبلية، ده غير إنه وهو سايق طيارته فجأة فقد تحكمه في الطيارة واكتشف وجود طبق طائر بيتحكم فيها من على بعد. ريتشارد كمان بيقول إنه شاف مدينة ما شافش أجمل منها في حياته كلها. بس القصة ما وقفتش هنا. بيقول ريتشارد إن زعيم الجزيرة اختاروا إنه يدخل أرضهم وعلمهم عشان يبقى هو اللي شاهد على وجودهم، وقال له رسالة يوصلها لينا. الرسالة بتقول: حروبكم الذرية وصلت إلى نقطة لا عودة وقد تدمر عالمنا الداخلي والعالم أجمع، ولما ضربتم اليابان حاولنا الاتصال بكم لكن فشلنا وما لقيناش منكم غير العداء والحقد. فرد عليه ريتشارد وقال له: تقصد إننا سنعود إلى عصور الظلام؟ فقال له: نعم، وسيهلك الكثير من جنسكم، وبعد ذلك سنتقدم مرة أخرى لمساعدتكم وسنعيد إليكم ثقافتكم وحضارتكم. بعد ما ريتشارد رجع وقادته عرفوا بالقصة كلها أمروه إنه ما يتكلمش فيها نهائيا وتفضل سرية، وفعلا فضل سر. لكن ريتشارد كان بيعاني من الموضوع ده، حقيقة العالم اللي اكتشفه، حقيقة ان في ناس غيرنا عايشين في ارض غير الارض ومحدش يعرف عنهم حاجة. طبعا كلام مذكرات ريتشارد غريب واقرب لافلام الخيال العلمي، لكن في ناس صدقته فعلا واستدلوا مثلا بلقاء ظهر فيه ريتشارد على قناة CBS الامريكية اللي كان باين فيه عليه التوتر، وكلامه دايما كان بيحمل اكتر من معنى كأنه بيحاول يوصل رسالة لينا. ومن ضمن الرسائل وفقا للمؤمنين بالنظرية دي انه اكد على ان الارض اكبر بكتير من اللي احنا نعرفها دلوقتي، واعتبر ده دليل على وجود اماكن تانية غير مكتشفة على الكوكب. قولوا لنا انتوا في التعليقات ايه رأيكم، صدقتوا ريتشارد وقصته ولا لأ؟